الحزام الناري. الحزام الناري او الهيربس سيمبلكس. الحزام الناري بيبقى عبارة عن منظره التهاب في المناطق داير كده، اللي هي ماسكة العصب، سواء في البطن او في الصدر. عبارة عن فقاقيع زي الجديري كده، ولكن في ألم رهيب، حرقان فظيع، ألم عصب. بتتشخص عن طريق التوزيع بتاعها اللي احنا قلنا عليه ده. بتتعالج ازاي؟ طبعا سببها ايه؟ سببها غالبا بيبقى برضو عدوى فيروسية. علاجها بندي حاجات مضادات للفيروسات زي الاسايكلوفير اقراص كل 12 ساعة لمدة اسبوعين على الاقل. الحزام الناري بيقعد من شهر ل 3 شهور، بيطول قوي. فعلى الاقل بندي المضادات الفيروسات دي تقريبا شهر على الاقل، وبعد كده بنكرره على حسب استجابة الحالة. بندهن برضو اسايكلوفير كريم اللي هو مضاد للفيروسات. بندي مقويات قوية بقى للأعصاب زي كونفنتين 400 أو سيمباتكس 60. وبندي سيتاسيد 600 مرتين يوميا. زي ما قلنا الكورس بتاع العلاج من شهر ل3 شهور. اوعى ندي، طبعا ممنوع جدا ندي في الهربس الكورتيزون. الكورتيزون بيقلل المناعة وبالتالي بيزود الأعراض جدا، فممنوع جدا الكورتيزون في الحزام الناري. أتمنى يا جماعة صحة جيدة. السلام